كل شيء في الكون مخلوق لسبب، وكل تفصيلة من تفاصيل ليها استخدام. يمكن احنا عقلنا ما بيقدرش يوصل لأدق التفاصيل دي، لكن في مننا عدد ضئيل جدا ربنا بينعم عليه وبيقدر يفهم بعض من التفاصيل دي. وانا يمكن واحد من الناس دي اللي ربنا وهبني هبة غريبة. عشان كده قررت احكي حكايتي كاملة مع الارقام، او تحديدا رقم 1 مركب، لان الارقام كلها تفاصيل زي الرقم 7 مثلا وغيرها. بس انا تجربتي مع رقم تاني خالص. انا فادي فيكتور، واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي الليل. سهرتنا النهاردة مميزة من كتابة واعداد فهد حسن. ولو دي اول مرة تسمعني ما تنساش اللايك والشير وتشترك في القناة عشان يوصلك الجديد دايما. ومن غير بقى ما اطول عليكم، يلا نبدأ حكاية جديدة من حكاوي الليل. اليوم التالت في عزا ام كرم جارتنا خلص. من العادات في الاماكن الشعبيه ان اهل الميت بيفضلوا ياخدوا العزا 3 ايام متواصلين في البيت. ومن اول يوم وعلى مدار 3 ايام كنت بلاحظ حاجه غريبه جدا بتحصل. كانت الساعه الكبيره اللي عندهم في الشقه واقفه على الساعه 11. قبل وفاتها بيوم كنت عندهم وكانت الساعه طبيعيه. انا فاكر كويس اني بصيت فيها، بس ممكن يكون عادي. الغريبة بقى اني بدأت اركز مع كذا ساعة عندهم، وكلهم عقارب الساعة وقفوا عند نفس الرقم، رقم 11. حتى ساعة ايدي كل ما كنت ببقى عندهم اثناء ايام العزاء الاقيها واقفة على الساعة 11، ولما انزل الشارع تشتغل عادي. ده خلاني سألت كذا واحد في العزاء على الساعة، وكانت الاجابة ان الساعة بايظة. ولما كنت ببص في ساعة ايديهم او موبايلاتهم بلاقيها واقفة على 11. الوضع كان غريب جدا ومالوش أي تفسير غير إنها مجرد صدفة. هي دايما الصدف بتكون غريبة ومربكة. خلص اليوم التالت وجت عربية الفراشة أخدت الكراسي المتبقية من شقة أم كرم، وأنا نزلت من عندهم وطلعت شقتي عشان أنام. سألت أختي عن الساعة فقالت 10. خدت دش ورجعت دخلت أوضتي، رميت نفسي على السرير وحاولت ما أفكرش كتير لأني أصلا كنت تعبان ومرهق. وبعد ثواني حسيت بحاجة مش مريحاني. فضلت أتقلب وما كنتش عارف أنام، ومش عارف فعلا كنت مش عارف أنام ولا كنت نايم وبحلم. إحساس مش منطقي اتملت مني. ساعتها حسيت بهمس في وداني كأن في حد معايا في الأوضة، حد بيوشوشني في ودني وبيقول 11 ده عدد اللي كانوا معاها واتأذوا بسببها. 11 ممكن يبقى رقم موتك أو رقم نجاتك. فضل الصوت يتردد في ودني وجوايا، وأنا في حالة شلل تام بسمع وبس، وفي حالة كده بين الصحيان والنوم، حالة مش لاقي لها وصفة كلام. فجأة اتنفضت وقمت قعدت على سريري، وده لما سمعت صوت زي ما يكون حد بيخبط بعصاية على سيراميك أرضية الشقة. ما كنتش قادر أفهم ده إيه بالظبط. لفيت بسرعة ولقيت نفسي غصب عني بمشي ورا الصوت، وفضل صوت العصاية يخبط على السيراميك. بدأ من أوضتي وخرج للصالة وأنا وراه، عشان فجأة ألاقي باب الشقة بيتفتح لوحده، وألاقي صوت الخبطات لسه مستمر وخرج بره الشقة وبره العمارة كلها. وأنا طلعت وراه غصب عني، مش قادر أرجع ولا قادر أفهم الصوت ده بيوجهني لإيه، لحد ما لقيت نفسي وصلت للمقابر اللي مش بعيدة عن الحي اللي أنا ساكن فيه، يدوب على بعد 10 دقايق ماشي مش أكتر. الصوت راح عند شاهد من شواهد القبور، وفضلت العصاية تخبط على الرخامة اللي بيتكتب عليها اسم أو عيلة أصحاب القبر. كانت اللوحة الرخامية كبيرة على عكس المعتاد، ومكتوب عليها 1 من 11، وتحت الرقمين كان مكتوب الشيخ سعيد. بعد ما قريت اللي مكتوب الخبط ما كانش وقف، ده بقى أقوى وأعنف، زي ما يكون حد بيحاول يكسر الرخامة اللي مكتوب عليها الكلام. حاسس فعلا إن في حد، حاسس بنفسه وبوجوده، بس مش قادر أشوفه، وده خلاني خايف. وحاولت أفوق نفسي، أرجع وأبعد وأهرب بسرعة،
لكن كل ده كان جوه تفكيري وبس. أما جسمي فرفض أمر عقلي. ما قدرتش أتحرك أي خطوة من مكاني، وجسمي اترعش جدا لما لقيت مرة واحدة الرخامة اتكسرت، ووراها ظهرت فتحة كبيرة بكامل واجهة الشاهد كله. بصيت حواليا وما كانش فيه غير السكون والهدوء، سكون مميت ومرعب، لكنه ما استمرش كتير، لأن صوت العصاية اللي بتوجهني رجع من جديد، بس المرة دي كان جاي من جوه القبر، من ورا الفتحة اللي ظهرت بعد ما القبر اتكسر. ومن غير إرادة مني لقيتني مجبر إن أمشي ورا الصوت من جديد، وبسرعة دخلت من الفتحة. كانت كبيرة وتستوعب إني أقدر أعدي منها، وأنا أساسا من الناس اللي جسمها قليل ورفيع، فقدرت أدخل بسهولة عشان ألاقي في وشي درجات سلم متهالكة ونور ضعيف من بعيد، ده بالإضافة لصوت خبطات العصاية زي ما هي، وكل حاجة بتوجهني لشيء معين الله وحده أعلم بعواقبه. فضلت ماشي وأنا مش عارف إشمعنى أنا بالذات. نزلت السلم واستغربت أكتر لما لقيتهم 11 درجة بالظبط. بعدها لقيت نفسي جوه القبر. الجو مليان ريحة غريبة تقبض القلب وسواد مرعب، بس لسه الضوء البسيط موجود لكنه بعيد، فقدرت أشوف شكل المكان اللي أنا فيه، طشاش كده زي ما بيقولوا. القبر كان عبارة عن مستطيل صغير جواه تجويفين على كل جنب، وفجأة عدى من قصادي خيال. صرخت ولقيت نفسي برجع جري، بطلع السلم كله عشان أهرب، لكن الوقت كان فات، لأني لقيت المكان اللي نزلت منه اتقفل. رجع من تاني صوت العصاية وتوجيهها ليا. نزلت السلم من جديد وكانت الإضاءة أوضح شوية. شفت جثة نايمة على الأرض ملفوفة في كفن. جسمي كله بقى جمرة نار، والعرق غرق جسمي، وما كنتش قادر أتلم على نفسي، وأعصابي ثابت تماما. الكفن كان مفتوح من عند راس الميت. قربت منه وأنا لسه مجبر، وشفت إنه راجل عينيه مفتوحة ومتصفية، ما فيهاش غير البياض بس اللي موجود. حسيت إنه بيتحرك، وفجأة قام قعد نص قعدة، وفي الوقت ده فقدت وعي واغمى عليا. صحيت لقيت نفسي في بيت أم كرم وهي قاعدة قدامي، معاها ست في أواخر التلاتينات من عمرها. كانت حلوة وشايفة نفسها شوية. خرجت من شنطتها فانيلا داخلية رجالي وعلبة صغيرة فيها شعر. كان شعر دقن محلوق، حتى أثار معجون الحلاقة لسه عليه، وصورة فوتوغرافية. ادت الحاجات دي كلها لأم كرم، ولما أم كرم أخدت الصورة وعدلتها شفت فيها نفس الراجل اللي شفته متكفن في القبر. بدأت أم كرم تحط الحاجة اللي الست اديتها لها قدامها، وتضيف عليها حاجات من عندها، قفل حديد بمفاتيحه، دبابيس طرحة، وإبر خياطة. فتحت القفل وحطته في الصورة وقفلته، وبعد كده كسرت مفاتيحه بقصافة، مش قصافة الضوافر، هي شيء معدني شبه الكماشة معمول لكسر المعدن. وأخدت الإبر والدبابيس ورشقتهم في الصورة كلها، وحطت في الفراغات بين الإبر والدبابيس شعر الدقن اللي كان في العلبة، وقالت: ما تقلقيش يا حبيبتي، العجوز الأعمى ده مش هيكمل أسبوع ويكون ميت، احنا الخدمة اللي معانا تقتل 10 زيه. حاولي بقى بشطارتك كده تمضيه على كل اللي يحتكم عليه بيع وشراء باسمك، قبل ما التعب يزيد عليه وولاده يلزقوا جنبه، وساعتها مش هتعرفي تاخدي منه حاجة. خلصت أم كرم كلامها وقامت الست ومشيت، وأنا نظراتي معاها مش مستوعب ولا فاهم اللي أنا فيه، وإزاي أنا هنا وشايف كل دوا. طيب هم شايفيني زي ما أنا شايفهم، ولا أنا ميت ولا عايش ولا في إيه بالظبط؟ خرجت الست من الباب وقفلته وراها. رجعت بصيت ناحية مكان أم كرم من تاني، وفجأة لقيتني قدام القبر زي ما أنا واقف مكاني، وقدامي أم كرم. ساعتها ظهر شخص غريب جدا، شكله زي المسخ، كان بيعاني من مرض جلدي، وعلى وشه كومة من الجلد الزيادة. شال اللوحة الرخامية وأخد منها الصورة اللي هي حطت فيها الدبابيس والإبر، ودخل من مكان التجويف بتاع اللوحة وغاب حوالي 5 دقايق. رجع ومعاه كيس بلاستيك صغير. لما سلمه لها سلمته كيس اسود باين من منظره ان كان فيه فلوس. المسخ ده مشي في عتمة المقابر لحد ما اختفى،
وساعتها لقيتني في مكان تاني مع الست اللي كانت عند ام كرم، بس المرة دي كانت قاعدة مع راجل أعمى في أوضة نومهم، وكان الراجل بيحتضر وبيمضي على أوراق بيع. وشفت مكان الإمضاء البائع الشيخ سعيد الحنفي الإتربي، والمستلم عفاف رضا البردويلي. بعد ما وقع راسه مالت وأعلنت عن موته، والست عفاف صرخت وابتسامة الانتصار على وشها وراحت خرجت من الأوضة، وأنا لا إراديا خرجت وراها. بمجرد ما خرجت لقيت نفسي جوه أوضة تانية، بس المرة دي الست عفاف نايمة على السرير وهي بتحتضر. اتحولت من ست حلوة شايفة نفسها لشيء بشع. جسمها الحلو متناسق بقوارم ومزرق لدرجة إن جسمك يقشعر مجرد ما تبصلها. بصعوبة سمعتها بتقول: ده ذنبي، أنا استاهل كل اللي بيجرى فيا دوا بسبب ظلمي الراجل طيب واكل حق أولاده. ويا ريت حاجة بتدوم، لو يعرف البني آدم إن النهاية قريبة بالشكل ده عمره ما هيعمل أي شر في حياته أبدا. كان جنبها ورقة وقلم، بصعوبة خدته وبصعوبة أكبر مضت في آخره. ودخل من الباب شاب أخد ورق وخرج وهو بيقول: كويس إنها عملت حاجة كويسة، الحق أهو رجع لأصحابه. ولقيتني المرة جديدة يمكن السادسة أو السابعة المشهد بيتنقل بيا، المرة دي جوه قبر وجثة الست عفاف جنب الشيخ سعيد. واتغير المشهد مرة كمان لبيت أم كرم، شفتها وهي على فراش الموت وابنها جنبها وبتقول له: يا كرم، احنا ظلمنا كتير وساعة الحق خلاص جت، اعدل عن الطريق ده يا ابني وصلح كل اللي خربناه في اللي باقي من عمرك. الصحة مرة واحدة راحت، وفي أسرار كتير انت متعرفهاش ومش عارفة في وقت اني اقولك عليهم ولا لأ، بس اهمهم اني لما اموت الخدمة هتضعف، ولو ما قدرتش تسيطر عليهم هيتنقلوا لأقرب حد منك عنده قدرة على تسخيرهم. حاول تعمل اللي اتعلمته مني، حاول تنهي وجودهم من أساسه. أتمنى تلحق إنك تصلح الشر اللي احنا عملناه. ماتت أم كرم وهي عندها أسرار لسه محكتهاش، ده كان سر من لغز كبير، لغز لسه ملوش حل. وبرغم كل اللي شفته دوا لسه ما فهمتش أي حاجة. لقيت نفسي على السرير وافتكرت إني بحلم، لكن لما بصيت على هدومي لقيتها مليانة تراب. ساعتها اتأكدت إني فعلا كنت في المقابر وعشت وشهدت على كل الأحداث دي. فضلت أفكر في معنى اللي حصل، وساعتها أول حد جه في بالي هي ستي، هي الوحيدة اللي بتفهمني وبتسمعني. الفجر أذن فقمت اتوضيت وصليت ونزلت لها، لأنها ساكنة معانا في نفس العمارة في الدور الأول ومتعودة تصحى بدري تصلي الفجر. خبطت ففتحت لي الباب. أول ما شافتني سألتني أسئلة الجدات: مالك يا واد، وشك مخطوف واصفر، خاسس كده ليه، وإلى آخره من أسئلة كتيرة زي دي. قعدت معاها وحكيت لها كل اللي حصل لي. ابتسمت وقالت: ده ورث واتنقلك. ورث ايه ده يا ستي؟ الشفافية هبة من الله بيعطيها لمن يشاء يا ابني، أنا هحكي لك. وبدأت ستي تحكي وتقول: المقابر فيها أسرار كتيرة، وكل ميت وله حكاية، وكل قبر شايل جواه خبايا. وسيدة رزق الشهيرة بأسوانية أبوها كان تربي من أسوان وأمها سودانية. أبوها مات وهي لسه صغيرة، والأم كملت طريق جوزها عشان تعرف تصرف على البنت. والبنت لما كبرت اللي هي أسوانية ورثت المهنة عن أمها، ولما بقى عندها 35 سنة بقت أشهر ترابية في قرية من قرى أسوان، لأنها اكتسبت صيت إنها تقدر ترد المطلقات وتساعد البنات العوانس والعمر جري بيهم من غير جواز فاتجوزهم وكل الحاجات دي. لكن ده حصل بعد موت أمها، وبعد سنتين بالظبط من موت أمها بقت أسوانية مشهورة قوي بالدجل، أو زي ما الناس قالوا عنها مشهورة بالكرامة.
وكمان بقت غنية ومعاها فلوس ملهاش أول من آخر. الناس كانت في زحام دايم ويومي قدام أوضة أسوانية اللي في أول طريق المقابر. كان كل زوارها من الستات والبنات اللي نسيوا القدر والنصيب وجريوا ورا تدخل الشيطان، اللي حتى لو اتحقق فبرضه بيكون قدر ونصيب عشان يتحقق المكتوب. مفيش يا ابني إنسان ولا شيطان يقدر يغير القدر. وبعد يوم من الأيام الزحمة قصاد باب أسوانية، جت الساعة 8 بالليل. كانت أسوانية قفلت بابها وقعدت ترتاح من تعب المقابلات. وبعد 3 ساعات وتحديدا الساعة 11 كان الجو بقى سكون والصمت خيم على التراب. وكانت أسوانية عايشة مع خدمتها أو المعاونة بتاعتها اللي كان اسمها بدر. ساعتها الباب خبطات غريبة زي ما يكون اللي بيخبط ده بيترعش. وبرغم ان قلب أسوانية وبدر جامد إلا انهم اتخضوا ووشهم ظهر عليه سؤال واحد: يا ترى مين ممكن يجي ويدخل المقابر دلوقتي؟ ساعتها قامت بدر وراحت وقفت ورا الباب وسألت: مين بره؟ فكانت الإجابة بصوت واحدة ست بتقول: افتحي يا ست أسوانية، ده أنا جايالك من آخر الدنيا. فتحت بدر الباب ودخل منه بنت مش من نفس القرية. دخلت وهي بتنهج من تعب الطريق وخوف المقابر. قعدت وقالت: أنا مش هطول عليكي، أنا جايالك من الشرقي وقصدكي في خدمة، واللي هتطلبيه أنا عينيا ليكي وتحت أمرك. هزت أسوانية راسها إنها مستعدة تسمع البنت اللي جايالها. في اللحظة دي بدر جابت واجب الضيفة اللي بدأت تقول: اسمي نوارة، حبيت حمدي طول عمري من وأنا بنت 14 سنة ولحد دلوقتي وأنا بنت 28، بس عمره ما حس بيا. كذا مرة كنت أعترف له بحبي وكان يرد يقول لي إنه مش بيحبني وبيحب واحدة تانية من بلد جنبنا واتجوزها، وأنا من يومها عايشة بقهرتي ووجعي. لحد ما قررت أجيلك كنت لسه بحبه، لكن لما سمعت بوجودك إحساس غريب كده اتولد جوايا، إحساس إنه ظلمني وعمره ما شافني، إحساس إن عايز آخد حقي منه بأي طريقة وأخليه يكره مراته وما يطيقش يشوفها. عايزة قلبها يحس بمرارة قلبي ووجعه في كل مرة كنت ببقى عارفة ومتأكدة إنها في حضنه وهو بعيد عني. مش عايزاه يطلقها، أنا عايزاه يتجوزني، يجي لحد عندي ويتجوزني عليها، وأحس بوجعها وهي عارفة إني حبيبها في حضن غيرها زي ما أنا حسيت ولسه بحس. ابتسمت أسوانية ابتسامة شيطانية وقالت: 50,000 جنيه تحطيهم هنا على الترابيزة وتاخدي واجبك وترتاحي، والصبح وانت ماشية تاخدي المفيد. بدون تردد أو نقاش طلعت نوارة كيس اسود من شنطتها وخرجت منها 5 رزم فلوس وقالت لها: طلبك اهو، أتمنى بقى تحققي لي طلبي. كان جنب أوضة أسوانية أوضة تانية صغيرة متجهزة لاستقبال أي ضيف. دخلت نوارة عشان تبات فيها ليلتها لحد الصبح وبعدها ترجع بلدها تاني. بعد ما أسوانية وبدر وصلوها الأوضة، راحوا دخلوا قبر من القبور اللي كان فيها جثة لطفلة متوفية من قريب. فتحوا القبر ونزلوا نبشوا فيه وأخدوا تراب من تحت راس الجثة، وخرجت أسوانية شيء معدني حد من جيبها وقطعت الكفن من عند الإيد، وقطعت بالشيء المعدني دوا صباع من صوابع الجثة من غير أي تفكير ولا تأنيب ضمير. كملت أسوانية ببرود أعصاب كبير وغريب وقطعت الكفن من فوق وخدت خصلة شعر من راس جثة الطفلة، وخرجوا بره القبر وقفلوه ورجعوا أوضتهم بكل راحة قلب وضمير. وعدت الليلة وكأني ولا حاجة حصلت نهائي. ولما الصبح شقشق والنهار طلع، راحت بدر وخبطت على نوارة، أخدتها ورجعت أوضة أسوانية. ولما نوارة قعدت بدأت أسوانية تقول: دول يا حبيبتي صباع من صوابع جثة طفلة، معاها تراب من قبرها لسه سخن وجثتها ما بردتش عليه وشعرها كمان. هتحطي الصباع ده في هدوم مراته دي بتاعتك بقى، والتراب ترميه على عتبة بيتهم، والشعر تحرقيه في مبخرة مع الورقة دي. أنا كتبتها لك مخصوص علشانك انتي وبس. يعدي يومين بالعدد وتلاقيه جاي راكع تحت رجلك وبيكلميني يحكي لي عن اللي حصل.
الوقت فات بسرعة. راحت نوارة عشان تركب قطرها في طريق رجوعها لبلدها. كانت الأمور تمام ونوارة رجعت بيتها، واتصلت كمان بأسوانية تطمنها. الساعة ساعتها كانت حوالي الساعة 10 بالليل لما نوارة وصلت بلدها، وكان كمان وقت راحة أسوانية. وبعد ساعة تليفون أسوانية رن برقم نوارة. لما فتحت السكة سمعت نوارة بتصرخ كأنها بتتحرق. لأول مرة أسوانية الخوف يعرف طريق قلبها، واتنفضت وقامت من مكانها وهي بتبص لتليفونها والرقم بتاع نوارة باستغراب. وفجأة السكة اتقفلت ورجع التليفون يرن تاني لكن بمكالمة فيديو. في اللحظة دي أسوانية ما ردتش، جريت على أوضة الزوار اللي بدر قررت تدخل تنام فيها. بعد محاولات كتير خبطت أسوانية على الباب عشان تصحيها، بس بدر ما صحيتش وكانت قافلة الباب. رجعت أسوانية لأوضتها وكان الموبايل لسه بيرن بمكالمة الفيديو. صوابعها كانت بتترعش وقلبها مرعوب وأعصابها سايبة من الخوف. فتحت أسوانية المكالمة وفجأة ظهر فيها نوارة من غير شعر نهائي وبإيدين من غير صوابع وكانت ميتة. بعد ما أسوانية شافت المنظر دوا رمت الموبايل وجريت على الأوضة اللي فيها بدر. والغريبة إنها لقت الباب مفتوح. وقفت للحظات قدام الباب وهي بتفكر تدخل ولا لأ، وفي الآخر دخلت ببطء وهي بتنادي على بدر، بس لسه بدر ما كانتش بترد. ولما أسوانية دخلت الأوضة الباب اتقفل. حاولت تجري تفتحه عشان تخرج منه، لكن الباب كان مقفول بطريقة ما يتفتحش أبدا. وظهر صوت لضحك الطفلة. لما لفت أسوانية لقت نفسها في القبر بتاع جثة الطفلة. الجثة نايمة قدامها. كانت أسوانية في الوقت ده فهمت إن دي نهاية أعمالها. الخوف اللي في قلبها كان بيزيد ويكبر. فجأة ظهرت الطفلة قدامها مباشرة. صرخت أسوانية وهي بتبص للجثة اللي في الكفن، وصرخت أكتر لما لقت إن الجثة دي هي بدر. فات أيام كتير جدا من بعدها، والكلام كان كتير جدا عن اختفاء أسوانية المفاجئ. اللي قال عملت فلوس واستكفت ومشيت من القرية، واللي قال ماتت، واللي قال إن عملها اتقلبت عليها وعفارتها خدوها. ده غير بقى اللي قال إنها كانت جنية مش بني آدمة من الأساس. بس أنا يا ابني كنت عارفة الحقيقة وشفت كل حاجة. أنا الوحيدة اللي كنت واقفة ضدها وبحذر الناس منها. كل أهل القرية كانوا بيتكلموا عن كراماتها وسحرها إلا أنا كنت عارفة إن نهايتها قريبة. في يوم نمت وشفت كل اللي بحكيهولك دوا. كنت فاكرة في الأول إني بحلم، لكن لما صحيت من النوم وعرفت خبر اختفائها عرفت إني كنت شاهدة على الحقيقة. شاهدة عشان ربنا اداني هبة من فضله، هبة الشفافية، والهبة دي أنت ورثتها. بعد ما الكلام كتر قررت أتكلم وأقول إنها ماتت هي وبدر في القبر الفلاني كأني بتوقع، لأن الناس ما فكروش في الحل دوا. وعشان ما حدش يسألني نهائي أنا عرفت إزاي، قلت لهم مش يمكن طلع عليهم عصابة وقتلوهم وخدوا فلوسهم وبعد كده دفنوهم في أي قبر وهربوا. كان اقتراح منطقي، وأول قبر بدأوا بيه لقوا جثثهم، ولقوا كمان جثة واحدة غريبة معاهم. كانت جثة نوارة. أنا أول مرة أحكي الحكاية دي لأي حد، بس أنت أول حفيد ليا وأقرب واحد لقلبي، فقررت أحكي لك سر من أسرار الدنيا اللي عجوزة في سني عاشتها، ولأنك الوحيد اللي هتصدقني، ولأنك كمان الوحيد اللي ورثت الهبة دي عني. عايزك تعرف إن مهما دبرنا ومهما خططنا مفيش حاجة هتخلينا نعدي حدودنا مع ربنا وقدره. اللي اتجوز كان نصيبه، واللي ما اتجوزش كمان كان نصيبه. كل واحد فينا خد نصيبه، وربنا منع وصرف عنه اللي فيه ضرر فيه. ولما بيحاول يعدي حدوده ربنا بيوريله إن هو ولا حاجة، وإن ربنا بس المتحكم في ملكوته وخلقه أيا كان جنسهم وطبيعتهم وقدراتهم. قدرة ربنا فوق كل شيء. خلصت ست كلامها وأنا استأذنت عشان أطلع أنام، لأني أصلا أجازة من شغلي ومش عايز أضيعها من غير ما أرتاح. خرجت من شقتها وقفلت الباب ورايا وطلعت نمت. ولما صحيت بالليل لقيت علي صاحبي بيكلمني ننزل القهوة شوية، فلبست ونزلت له. ولما قابلته حسيت إن هو غريب قوي،
ملامحه متغيرة وفكره شارد. لما سألته عن السبب قال لي هبقى أحكي لك بعدين. وخدنا قعدتنا واتفرجنا على ماتش، وكل واحد بعدها رجع لبيته. دخلت سريري عشان أنام، وساعتها لقيت نفسي واقف في مكان زراعي، غيط وترعة والدنيا ليل. دخلت جوه الحالة اللي ملهاش مسمى ولا تفسير دية من جديد، وسمعت صوت بيهمس في ودني. كان صوت شبه صوت علي صاحبي. مش عارف الصوت بيتغير بسبب الحالة المتمكنة مني، ولا لأنه مش هو بس صوت حد شبهه. ومن غير ما الاقي تفسير الصوت حكى وقال: قرى الأرياف مليانة حكايات عن الجن والمشعوذين والدجالين، ويؤسفني أقول إن أهل القرى دول هم المادة الخام للاستغلال من النوع دوه، واللي عقليته فارقة منهم بيقدر بسهولة يتحكم فيهم بدون أي تعب أو مجهود. من 10 شهور فاتت ظهرت ست غريبة علينا وعلى القرية اللي احنا منها. كانت متجوزة واحد من أهل القرية. الراجل ده كان ساب القرية من سنين ونزل مصر عشان لقمة العيش، ولما رجع كان معاه الست وقال إنها مراته. مع بداية ظهورها وتركيز الناس عليها لأنها غريبة جدا، غريبة في التربية والعادات والتقاليد وحتى اللبس والشكل وطريقة الكلام. لكن في وقت قصير قدرت بطريقة ما إنها تنهي الاستغراب ناحيتها وتحول نفور الناس منها لحب كبير. كانت كل ستات القرية تحب تروح عندها وتسمع حكاياتها عن العاصمة وأضواءها اللي بتخطف أي حد يزورها. كانت بتحكي لهم عن شغلها كممرضة، تحديدا كممرضة طب شرعي في مشرحة مشهورة في القاهرة، وعن حكايات الموتى والجثث الغامضة سواء اللي هي شافتها أو حد من زمايلها حكى لها عنها. يمكن ده سبب إنها تختار تتجوز واحد خارج حدود القاهرة وتقدر تاخد فترة نقاهه من شغلها المتعب والمخيف تقضيها في مكان فيه راحة نفسية كبيرة. سكت الصوت شوية وأنا لسه على الحال بين الصحيان والنوم. رجع الصوت كمل بطريقة الهمس في ودني وقال: ده اللي مراتي حكيت لي عنه وعن رباب مرات عبد الله صاحبي. أما عبد الله فكان بيحكي لي عن عقليتها، وعقليتها دي كانت السبب اللي خلاها تتأقلم بسرعة مع ستات أهل الريف. عبد الله كان صاحبي زمان، ويمكن الدنيا خدت كل واحد فينا في اتجاه، لكن القدر رجع جمعنا تاني. بس كان في حاجة جوايا مش مريحاني برضه، خصوصا إني مرة من المرات في كلام عبد الله عنها قال إنهم اتجوزوا بسرعة وإنه لسه في حاجات كتير ما يعرفهاش عنها. كنت أنا الوحيد اللي عندي المعلومة دي، وده سبب عدم راحتي الكاملة ليها. وبعد شهرين من وجودها في القرية وانتشار الأخبار عنها إنها طيبة وودودة، صحينا الصبح على خبر موت أبو أدهم، واحد من أهل القرية، راجل في أواخر الثلاثينات من عمره. لقيناه غرقان على وش الترعة. كان يوم صعب علينا كلنا إننا نودع راجل طيب في ظروف غامضة زي دي. وفي نهاية اليوم بالليل ما كانش جاي لي نوم نهائي. قلت أنزل أتمشى شوية وأشم لي نسمة هوا، وفضلت ماشي من غير ما أعرف أنا فين لحد ما انتبهت على حد واقف بعيد. ولما ركزت لقيت واحدة واقفة على الترعة. قربت منها أكتر بس بحذر، وساعتها أعوذ بالله شفت مفاتنها ظاهرة، واتولد جوايا إحساسين عكس بعض. إحساس كراجل إني يشوف مفاتن ست حلوة، وإحساس أكبر منه كان مسيطر عليا أكتر إنه حرام وعيب وما ينفعش أبص لست أبدا. وسؤال مهم كان جوايا: هي مين دي أصلا اللي تجرؤ تنزل في الوقت دوت وتلبس لبس زي كده؟ أصلي وقتها كانت الساعة 11 بالليل، وده وقت متأخر في قرية زي قريتنا. غضيت البصر واستغفرت ربنا ولفيت عشان أرجع البيت تاني، إلا إني اتفاجأت بصوت بينادي باسمي: ياسر. وقفت واتسمرت مكاني زي اللي مس شيطان، وسمعتها بتقول بصوت يحرك الحجر: هتسيبني وتمشي برضه؟ ده ينفع يعني؟ حاجة جوايا قالت لي اوعى اوعى تفكر تبص وراك، امشي بسرعة وارجع البيت. مسكت نفسي وسيطرت على فضولي ومشيت، وكنت كل ما ابعد كل ما صوتها يحلو اكتر وتنادي عليا بدلع بطريقة توقع اي راجل مهما كان. الا ان الواحد كان جواه حاجة اتربى عليها ما تسمحلوش بكده ابدا، ده غير الخوف اللي كان جوايا ومعرفلوش سبب. بس يمكن ده اللي نجاني، اصل اللي ما بيخافش ده بتبقى اخرته سودة. وقدرت ابعد خالص لحد ما وصلت البيت،
دخلت رميت نفسي على الكنبة اللي في حوش البيت. جسمي كان عامل زي جمرة النار وبيترعش. ساعتها شفت نفسي في مشرحة، واقفة قصادي ست حلوة جدا، كان معاها عبد الله صاحبي، وبتقول له لازم تكمل الطريق، مينفعش ترجع له إلا حياتك هتكون التمن. انت اخترت ده بمزاجك، انت ملكي انا وبس، لازم تكون طوع ليا والا نهايتك هتبقى الموت. فرد عليها عبد الله وهو هيموت من الخوف، بس انت جوه فكري واحلامي وبس، انت مش حقيقه. ساعتها ردت عليه وقالت انا حقيقه زيك، الفرق بيني اني من جنس غير جنسك، بس انت جوزي ولازم تسمع كلامي وتنفذ اوامري. ساعتها صحيت من النوم مفزوعه على صوت مراتي وهي بتقولي ان عبد الله على الباب بره وعايزني. قمت بسرعه وقلت له يدخل ويتفضل. رحت غسلت وشي وعملت كوبايتين شاي وقعدنا. ساعتها قال لي انا عايز احكي لك على سر مش قادر اخبيه نهائي وماليش حد غيرك امنه عليه. وبدأ عبد الله يتكلم وقال لما نزلت مصر اشتغلت عامل في مشرحة. الحياة كانت صعبة وما لقيتش غير الشغلانة دي قدامي فقبلت بيها. كنت بخاف جدا في الأول، بس مع مرور الوقت اتعودت، لحد ما في يوم جات لي واحدة في وردية بالليل. اليوم ده كنت لوحدي، وقالت لي إن أنا طالبة منك خدمة. كانت عايزاني أساعدها تاخد جثة، فرفضت طبعا. فضلت تسوق دلالها عليا وللأسف ضعفت، وبعدها ساعدتها، وكانت بداية لعلاقات كبيرة بينا، وكل المقابل هو إني أساعدها وأديها جثث. وكانت بتختار دايما الوقت اللي بكون فيه لوحدي. معرفش بصراحة إزاي كانت بتعرف الأوقات دي، لأنه لا كان معايا رقم ليها ولا أعرف مين دي. وفي يوم سألتها أنا حتى معرفش اسمك وليه بتعملي كده؟ ردت عليا وقالت لي الجثث دي أوامر بنفذها من اللي أنا في خدمتها، لأنها بتحتاجها في أعمال معينة. كلنا بنحتاج اللي يساعدنا عشان نكمل شغلنا، حتى الشياطين بالرغم إنهم خارقين بس برضه بيحتاجوا مساعدات مننا. وكمان كان ليا غرض شخصي، انت عجبتني. كلامها خلاني انط من مكاني يا ياسر. انا قلبي هيقف من الخوف وقلت لها شياطين ايه؟ فجاوبت وهي بتضحك ايوه شياطين وجن، اصلا انا بصراحة كده مش زيكم، انا مش من البشر، وانت دلوقتي جوزي وملكي. عبد الله بيكمل ويقول انه لما سمع اجابتها حاول يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فلقاها كتمت بقه وملامحها اتغيرت وقالت بصوت مرعب ايوه زي ما سمعت كده يا عبده، انا مش زيك، انا من العالم التاني. سكت عبد الله وهو بيحاول يتلم على اعصابه ويجمع الكلام، فكان لازم احكي له عن الحلم اللي انا شفته من شويه. ولما حكيت له قلب نبره يأس، للاسف ده فعلا حصل. وبعد اللي انا شفته منها مش متفاجئ انك ممكن تشوف حاجه زي كده. كمان فاكر زمان لما كنت بتفضل تحلم بناس بتموت ويموتوا فعلا يا ياسر؟ فاكر لما حلمت ان ست مرات عم جمال حملت وهي كانت متجوزه من ازيد من 15 سنه وما كانتش بتحمل، وطلعت حامل فعلا وهم ما كانوش يعرفوا؟ من زمان وانت عندك حاسه غريبه. خليني اكمل لك. انا كنت ساعدتها تاخد 9 جثث، كانت الدجاله اللي محضراها بتأمرها تجيبهم عشان تستخدمهم في اعمال السحر والشعوذه وسرقه الاعضاء. ومع وصولنا للعدد ده كنت هتكشف واتفضح، فاضطريت اهرب وجيت هنا. هي قررت تظهر بشخصيه بشريه، بشخصيه رباب مراتي، لكن مهمتنا ما انتهتش. المطلوب كان 11 جثه، وهي حبتني وما كانتش عايزه تسيبني، فجينا هنا. والراجل اللي مات دوا هي اللي موتته، لانها ما نسيتش اصلها وصممت تكمل المهمه بتاعت ال11 جثه. انا بتعذب وعايش في نار ومش عارف اعمل ايه. فرديت عليه وقلت له هتلاقي حل يا عبد الله، متقلقش، قوم انت بس روح وهتتحل. هنفكر وبكره بالليل نتقابل، ويمكن لو ما لقيناش حل بتفكيرنا تيجي لي رؤيه، يمكن الحل في رؤيه. المهم بس اوعى يبان عليك اي حاجه، احنا بنتعامل مع جنيه مش بشر، بس مهما وصلت قدراتها
إلا إنها برضه مش هتقدر تعلم الغيب ولا تعرف اللي مش مفروض تعرفه. حافظ أنت بس على هدوءك وربنا هيفرجها بأمره. قام عبد الله ومشي، وفات اليوم طبيعي جدا. لكن كنت أنا عمال أفكر وهتجنن، إزاي يكون جن حقيقي عايش في وسطينا؟ ولو أنا أو عبد الله قررنا نحكي، مين ممكن يصدقنا؟ وإيه هيكون رد فعلها؟ لأن ساعتها هيبقى رد فعل جن حقيقي مش مجرد خيال. في النهاية اليوم الساعة دقت 11، ما كنتش لسه نمت. ساعتها سمعت صوت رجالة القرية عالي وجاي من اتجاه الترعة، ولما نزلت بسرعة ورحت لقيت الحاجة اللي صدمتني صدمة عمري، الحاجة اللي خلتني أبكي وأجري وأنط بهدومي في الترعة من غير ما أحس بنفسي، لأني ساعتها لقيت جثة عبد الله طايفة على وش المية. لما الرجالة لقوني نزلت نزلوا ورايا وطلعنا الجثة، لكن كان الوقت فات والروح فرقت الجسد. كان على ملامح عبد الله خوف رهيب، عينين برقة ومفتوحة على الآخر وخارجة لبره، بقه مفتوح ولون جسمه ووشه أزرق. أخدنا جثته، ولما مشينا بيها في اتجاه بيته سمعنا صوت ستات بتصوت وبتصرخ، ولما سرعنا خطوينا ووصلنا بيت عبد الله لقيناه بيولع، النار كلها ماسكة في البيت. ما بقيناش عارفين نلاحق على المصايب اللي بتحصل دي مرة واحدة. خدت جثة عبد الله مع مجموعة الرجالة ووديناها بيتي، ورجعنا طفينا الحريقة مع الباقي. ولما سيطرنا على النار ودخلنا البيت ما لقيناش أي أثر لرباب مرات عبد الله نهائي. الناس قالوا إن النار كلت جثتها، وده طبيعي، لكن أنا الوحيد اللي عارف الحقيقة، لأنها هي من نار أصلا، وأكيد هي السبب فيها. جريت على البيت، ولما دخلت لقيت مراتي عمالة تترعش وعينيها مبرقة وبتقول لي: انت بعد ما خرجت انت والرجالة لقيت واحدة داخلة عليا شكلها مرعب، دخلت من الباب وهو مقفول. انا ساعتها حسيت ان شعري طقطق لما لمحتها، اتسمرت مكاني، ما كنتش قادرة انطق كأني اتشليت. دخلت الأوضة اللي فيها جثة عبد الله خدته ومشيت. معرفتش ارد عليها واقول ايه، فرجعت البيت عبد الله تاني، وكان الناس انفضوا وكل واحد راح لحال سبيله. ولما رجعت البيت لقيت 2 من رجالة أهل القرية بيسألوني هندفن امتى. لقيتني بقول لهم الصبح أكيد، أنا هقوم باللازم والصبح يحلها ربنا. قلت كده وهو مفيش جثة أصلا، معرفش الصبح هعمل ايه وهتصرف ازاي، ولا هيكون ايه رد فعل الناس لما يجوا الصبح وما يلاقوش جثة من الأساس. رجعت البيت من جديد، أخدت مراتي ودخلنا أوضتنا وأنا بحاول أطمنها وأهديها، لأن جسمها ما كانش راضي يبطل رعش نهائي. فضلت جنبها لحد ما نامت، وفجأة لقيت عبد الله دخل من الباب. اتشليت مكاني، ما قدرتش أتحرك ولا أرمش حتى. قرب مني واداني كتاب صغير ومشي. جسمي فك ولقيت نفسي فتحت الكتاب. ساعتها في ورقة وقعت من جواه، أخدت الورقة وكان مكتوب فيها: الحل في آخر الصفحات، شفافيتك هي الهبة اللي تحل الموضوع وتمنع شرها. السر في رقم 11، رقم ردع الجان، رقم موتهم أو رقم موتك. بدون تردد فتحت الصفحات الأخيرة وكان مكتوب فيها: لو الحياة أخدتك لسكتهم والكتاب ده وصل لك، ده معناها إنك بتملك حاسة نادرة، حاسة الشفافية، حاسة رؤى مفيش كتير يقدروا يعيشوها ويشوفوها. 11 هو رقم ردعهم، وهو في علم الجان معناه واحد أحد، الله واحد لا يستطيع أن يقف أمامه أحد. استعين بالله فقط وروح لهم لحد عندهم، ساعتها هيعرفوا قوتك الحقيقية. استعين باسم الله الواحد الأحد واللعنة هتنفك. من غير أي تفكير قمت جريت على تحت وخرجت بره البيت، جريت على طريق الترعة. معرفش ليه وازاي عملت كده، بس لما وصلت لقيت الجنية رباب ومعاها ست تانية، لكن ما كانوش شايفيني. كانوا واقفين جوه مية الترعة وظهرهم ليا، وكان جنبهم جثة عبد الله عايمة على وش مية الترعة. أول ما قربت منهم فضلت أقول: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الواحد الأحد. كنت بقول كده بصوت خافت، وبدون إرادة مني لقيتني بوطي على الأرض وباخد طوبة ليها سن. فضلت أحفر بيها على الشجر الصغير اللي حوالين الترعة وأكتب رقم 11، وأنا لسه بردد بسم الله الواحد الأحد. ومع كل تكرار
كان في طمأنينة وثقة كبيرة بتزيد وبتكبر في قلبي. كان صوتي بيعلى وبيعلى، وفجأة سمعت أصوات ورايا وحواليا كتير بتردد معايا نفس اللي أنا بقوله: بسم الله الواحد الأحد. ساعتها رباب والست اللي معاها فضلوا يصرخوا بصوت بشع، أجسامهم ولعت واختفت تحت مية الترعة في ثواني، زي ما تولع ورقة صغيرة وترميها في البحر، في ثواني مش هيكون لها أي أثر. حسيت في الوقت ده إني خلاص ما بقتش قادر ولا بقى فيا حيل، وما بقتش حتى قادر أصلب طولي، ووقعت على الأرض. ومجرد ما لمست الأرض لقيت نفسي في وضعي جنب مراتي، وصوت حواليا بيقول لي: بسم الله الواحد الأحد، قاهر لأي شيطان وجن. ماتت الدجالة ومعاها الجنية خادمتها، كنت السبب يا ياسر في موتهم وإنهاء شرهم. لقيت نفسي قمت ودخلت الأوضة اللي كان فيها جثة عبد الله. أول ما دخلت لقيت الجثة، ما حسيتش بنفسي غير وأنا نازل على ركبي وبسجد لله وبشكره، وببكي وبعيط زي الأطفال على فراق صاحبي ونهايته الغريبة. فضلت أدعي له إن ربنا يغفر له ويسامحه. فات الوقت بسرعة والشمس طلعت، وعدى اليوم عليا بصعوبة في توديع أعز صاحب ليا، على أمل اللقاء في مكان أفضل، وأمل أكبر في رحمة ربنا بعبد من عباده. خلص المشهد ولقيتني فقت على تليفوني بيرن. كان علي صاحبي بيقول لي انزل له على القهوة لأنه قاعد ومستنيني. لبست ونزلت رحت له، وأنا بخمن اللي أنا شفته ده كان صوت عم ياسر أبو علي، واتأكدت لما لقيت على ملامحه حاجة غريبة ومش مريحة، نفس المنظر اللي ابتدى بيه الحلم. فسألته عن السبب، خصوصا إنه لسه راجع من بلدهم بقاله يومين. ولما حكالي الحكاية اتأكدت وأيقنت من اللي أنا شفته وحسيت بيه، وتعايشت معاه كأني عشته بالظبط بكل تفاصيله، وإن الهبة دي هتفضل ملازماني طول العمر، ودي عطية الله بيخص بيها ناس قليلة من عباده. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. بشكر حضراتكم لأنكم وصلتوا معانا لحد هنا، وبشكر الكاتب فهد حسن على الشغل التقيل دوا، وأتمنى له التوفيق دايما. لو القصة عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش كمان اللايك والشير، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك الجديد دايما. واستنونا في فيديو جديد وحكاية جديدة من حكاوي الليل.